السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر، فيديو جديد أنتوا طالبينه لأداة بقالي كتير ما شرحتهاش. طيب، أداة النهاردة هتكون إيه؟ أداة النهاردة هتكون أوليكس، لأن ناس كتير قوي قالت لي إن أنا ما شرحتهاش قبل كده، فقررت إن أنا أشرحها لكم النهاردة بعد التحديث اللي اتعمل. طبعا أول ما نخش على الأضوية بتاعتنا هنخش على قائمة الداونلودز زي ما إحنا متعودين، وهننزل الأداة بتاعت أوليكس اللي هي اسمها بي تو سي. هعمل لها داونلود وافك الضغط بتاعها زي ما احنا متعودين. ادوس على داونلود هيبدأ ان هو ينزل عادي زي كده. بعد ما يخلص التنزيل، طبعا انا نزلتها قبل كده، هندوس لها كانسل. هتكون في الداونلود عندي زي كده اسمها فايندر اهي. مجرد ما هفتح هتبدأ تفتح معايا ملف المضغوط. هاخدها عشان خاطر أبدأ أشتغل فيها. أسحبها على سطح المكتب، هيبدأ يقول لي دخل الباسورد بتاعك. الباسورد زي ما احنا متعودين بيكون موجود في صفحة الداونلود نفسها. طيب، بعد ما افك ضغطها هبدأ إن أنا أشغل الأداة نفسها. طيب، أشغل الأداة إزاي؟ تعالوا نشغلها مع بعض. أبدأ أدوس على الأداة عشان تشتغل. هيبدأ يفتح لي الشاشة اللي قدامنا دي اللي بحط فيها الإيميل والباسورد بتوع العضوية بتاعتي، وأعمل لوجين. طبعا مش هنسى إن أنا أعمل أبديت. طبعا بيعمل أبديت للمتصفحات بتاعتي. بعد ما يخلص الأبديت كده هدوس سيلكت براوزر أند جو على البراوزر اللي أنا عايز أشتغل بيه. أول ما بيفتح معايا الواجهة دي كده هيكون عندي عربي وإنجليش. بختار اللغة اللي أنا عايزها وليكن إنجليش. بعد كده بيقول لي الدولة. ناس كتير ما تعرفش إن أوليكس في أكتر من دولة. إحنا طبعا هنختار مصر، لو حابب تختار أي دولة تانية متاحة طبعا. بعد كده بيقول لي المدن. لو أنت عايز كل المدن بتسيبها أول سيتي زي ما أنت شايف. لو عايز مدينة معينة بتختار المدينة اللي أنت عايزها. أنا هسيب أول سيتي. بعد كده بيقول لي الكاتيجوري، أنت عايز إيه؟ عقارات ولا موبايلات ولا ايا كان. انا هسيب عقارات وهسيب الموديل كله. وهبدا قبل ما ادوس اي حاجه ان انا ادوس على كلمه اللوجن دي عشان خاطر اسجل دخول في اوليكس. بيظهر لك الشاشه اللي قدامنا ديت، وهيبدا يقول لك سجل دخول في اوليكس نفسها. طبعا لازم يكون عندك حساب في اوليكس، ولو مش عندك بتعمل حساب سهل جدا. بتتاكد ان انت عامل تسجيل دخول زي ما انا عامل كده. طيب تمام، انا مسجل دخول خلاص، انا مش محتاج حاجه. هقفل دي وابدا ادوس سيرش. هيبدا يطلع عندي كل البيانات اللي انا مختارها من فوق، سواء الكاتيجوري او المدن او الكلام ده كله. طيب هو بيطلع ايه كده؟ تعالوا ندوس ستوب عشان نشوف. بيطلع اللغة زي ما احنا مختارينها، المدينة، الدولة والمدينة زي ما احنا موجودين. هو بيقول لك العاصمة الإدارية القاهرة، الكاتيجوري بتاعك، الموديل. ده كله إعلانات هم معمولة. بيبدأ يجيب لك التايتل اللي هو العنوان الرئيسي، يبدأ يجيب لك السعر اللي موجود في الإعلان، الديسكريبشن اللي هو الوصف بتاع الإعلان، ورقم التليفون واسم الراجل اللي بيبيع. طبعا أنا عايز أسيف الكلام ده. كل اللي هعمله إن أنا هعمل سيف ريزلت، وأبدأ إن أنا أختار أسيفهم في إكسل شيت ولا تكستية. طبعا اللي يعرفني عارف إن أنا بحب إن أنا أسيف حاجة التكستية، وبعد كده باخدهم أنا أحطهم في شيت إكسل زي ما أنا حابب. لحد هنا أكون أنا شرحت كده البي تو سي او اوليكس زي ما احنا بنسميها. اتمنى ان انا اشوفكم في اداة جديدة. ان شاء الله اي حد محتاج شرح لاي اداة يبلغني وانا تحت امره في اي وقت. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كان معاكم احمد نصر، اشوفكم على خير.